بالنسبه للمسنين اللي كيكونوا شادين الفراش، بالنسبه للناس هذا رساله للناس اللي مقابلين، ردوا البال للرجلين ديال المسنين. الا بان لك هذاك المريض عنده واحد الجهه ديال رجلو منفوخه على جهه اخرى، او لا فيها شي حميره، او لا راه كتألمو ولقيتها اللي كتحركو، راه يقدر يكون عنده مشكل ديال الجلطه على مستوى الاورده اللي تقدر تسبب لنا في مضاعفات اللي تقدر تكون خطيره، منها الانسداد الرئوي والسكته القلبيه. من تنقولوا الانسداد الرئوي هي انه ديك الجلطه اللي تكونت على مستوى الاورده بالنسبه للاطراف السفلى راه قدرت تنتقل للقلب وتدوز لنا العرق اللي كيدي الدم من القلب للرئه، وبدات كتبوشي علينا الحاجه اللي غتقدر تخلي المريض يكون عرضه لمشاكل اللي كتكون خطيره. لهذا الا بان لي بانه المريض عنده تغير او لا علامه من العلامات اللي سبق لي ذكرت، خصني يا اما نهز داك المريض نديه عند الطبيب يقلبوا ليا ولا يطلب لي شي تحاليل ولا يدير لي الفحص بالصدى باش يشوف واش عنده انسداد ولا ما عندوش انسداد على مستوى الاورده، ولا لقينا المشكل نعالجه في اقرب وقت ممكن بالمضادات ديال تخثر الدم باش نتفاداو هاد المخاطر اللي ذكرنا. ولا كان المريض ما عنده حتى شي علامه وحتى شي اعراض، راه من الامور اللي هي وقائيه وجد مهمه اننا داك المريض خصنا نبقاو نحركوا ليه رجليه الا ما كيقدرش يوقف. اما الا كان كيقدر يوقف خصنا نمشيوه، يعني نوض يتمشى شي شويه، الحاجه اللي كتنشط الدوره الدمويه، خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل ديال لي فاريس ولا عنده لي فاريس، نبقاو نديروا ليه دوك لي با دو كونطونسيون، دوك الجوارب اللي كيديروا الضغط على الاورده باش نتفاداو هاد المشاكل كامله. وما ننساوش الاهميه ديال شرب الماء بالنسبه لهذا المشكل هذا. ولا كان عنده شي امراض مزمنه بحال الطونسيون، السكر، الكوليسترول، خصنا نعالجوها ونحاربوا السمنه، الحاجه اللي كتخلي داك المريض اللي فقد الاستقلاليه ديالو اقل عرضه للمشاكل ديال الجلطه على مستوى الاورده.